السبلاي تشين مش مهندسين بس. طب انا مش مهندس او انا مش مهندسه كده مش هقدر اخش. اقول له لا، تقدر تدخل عادي جدا. اساس امداد بتمتص كل انواع الدراسات او الكليات اللي احنا بندرسها، لكن دايما بقول الصناعه او البيزنس هو اللي بيحدد الميول هتروح فين اكتر. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات لونش بريك. النهارده احنا هنتكلم عن مجال ناس كتير جدا في الكومنتس الفتره اللي فاتت سالتنا عنه، وهو مجال السبلاي تشين، مع باشمهندس شادي الجاكي، سبلاي تشين دايركتور. اهلا بيك يا استاذ شادي. اهلا بحضرتك، ايه الاخبار؟ كله حلو الحمد لله. انا قبل ما ابدا كلامي عايزه اعرف من حضرتك ايه هو تاريخ السبلاي تشين اللي خلاه وظيفه الناس النهارده متحمسه انها تبقى جزء منها. انا بحب دايما في موضوع السبلاي تشين او سلاسل الامداد عشان نتكلم بكل اللغات. هي حاجه موجوده في الفطره، حاجه موجوده منذ خليقه البشر، ومش عشان يبقى موضوع بس مكرر وبقوله في كذا مكان. نفس القصه التاريخيه اللي هي ابتدت منذ خليقه سيدنا ادم، والتفاصيل اللي حصلت من نزوله من الجنه، يعني فيها شغل كتير سلاسل امداد. لا، خليني اكلمك بقى تاريخيا. ظهوره بشكل قوي جدا بعد الحرب العالميه الاولى، لان لما عملوا دراسه عن احد اهم اسباب خساره الجيش الالماني اكتشفوا هي سلاسل الامداد كان السبب الرئيسي في الخساره. لما نجح الاسطول البريطاني ان هو يقطع سلاسل امداد عن الجيش الالماني، ده ادى الى وفاه تقريبا 400 الف جندي الماني. قطعوا عنهم الاكل والميه واللبس والادويه وكل حاجه ممكن تتخيليها. فكل الناس دي للاسف، او بغض النظر بقى عن ارائنا، يعني توفوا بسبب انقطاع سلاسل الامداد. ارتبطت كلمه سلاسل امداد زمان بكلمه اللوجستيات، وارتباطها كان اكثر بكتير جدا بالنطاق العسكري. يمكن لحد دلوقتي تلاقي دايما كده في اداره سلاسل الامداد والتموين في كل الجيوش، ومرتبطه بكلمه اللوجستيات. ان عشان اودي معده من مكان لمكان دي محتاجه تفاصيل كتير ليها علاقه بسلاسل الامداد. مش حابب اتعمق قوي، خلينا ناخد الامور في الاول كده ببساطه عشان اللي بيسمعونا لاول مره، لو حد لسه بيسمع يعني ايه سلاسل الامداد ما نخشش بس ايه بعمق معاه. طب خلينا نجاوب على السؤال اللي حضرتك لسه سأله ده، اللي هو يعني ايه سلاسل الامداد؟ طيب قولي لي اي منتج يجي في دماغك. اي منتج ممكن يجي في دماغك؟ اي منتج ممكن يبقى الفاشن اندستري، الحاجات بتاعت اللبس بتاعت حلو السيدات. جدا. البلوزه بتاعت حضرتك مثلا ليها مكونات كتير، القماش، الكالر، الصبغه نفسها، الزراير، يعني في تفاصيل اكتر انا مش اوير قوي بيها. التفاصيل دي عشان تتجمع وتطلع لك في هيئه المنتج اللي حضرتك بتروحي ايا كان البراند اللي بتشتري منه وتلاقيها موجوده في المكان ده متعلقه على الشماعه بشكل شيك عليها الليبل بتاعها والسعر، ده كل ده تفاصيل سبلاي تشين او سلاسل امداد. يعني احنا بندور على الماتيريال او الخامات اللي بتكون المنتج ده، بندور على السبلاير، الموردين. المورد ده ممكن يكون جوه مصر في بلدنا لو بنتكلم هنا في مصر، او ممكن يكون في الصين، في الهند، في اوروبا، في امريكا. فما عندناش مشكله، بنوصل لاخر حته في العالم، ما عندناش اي مشكله. طب الحاجه دي هتجيلي لحد عندي ازاي؟ هنا هنخش بقى في قصه اللوجيستكس وتفاصيلها القويه واللي فيها تكاليف كتيره جدا. خدي بالك، احنا ممكن تكون معلومه اكاديميه شويه بس لازم اقولها. 60% من التكاليف المتغيره موجوده في النقل. يمكن احنا حتى في الايام دي بنشوف الموضوع ده بشكل قوي جدا. انت عشان تروحي من مكان لمكان مشوار هتركبي مواصله، اعتقد بقى ارقام كبيره. أيوة. على فكره مش في مصر بس، ده في العالم كله، لان اسعار الطاقه والوقود بقت عاليه جدا جدا. ولذلك احنا هنا في الحته دي بيبقى فيه شويه تفاصيل مش عايز اتكلم فيها قوي دلوقتي، لازم اخد بالي منها عشان اوصل الخامه دي باقل تكلفه للطرفين، المورد والشاري. عشان لسه في تكاليف تانية هنعملها، تكاليف في التخزين، تكاليف في التصنيع، تكاليف في التوزيع، في التسويق، تفاصيل كتيره جدا. لو انا الطلعه الاولى دفعت فيها ارقام كبيره انا زنقت نفسي في هامش الربح. احنا في النهايه في سوق تنافسيه، يعني شادي ده بيبيع منتج، فاديه بتبيع منتج منافس ليه، فازاي هاكل سوق اكتر من فاديه؟ في سقف سعر، العميل في الاخر عايز ياخد سعر كويس بجوده مقبوله، او ممكن يبقى بريميوم لو هو من الليفل اللي بيحتاج الحاجات اليونيك. ساعتها انا هنافس فاديه ازاي؟ انت عارفه في مقوله دلوقتي بتقول ان التنافس ما بين الشركات مش ما بين الشركات نفسها، هي ما بين السبلاي تشين في الشركه دي والشركه دي. اللي بيكون السبلاي تشين بتاعه او سلاسل الامداد عنده اقوى هو اللي بيكسب. لان سلاسل الامداد يا جماعه هي اداره بتصرف، ما بتدخلش فلوس. يعني هي دي بقى الصعوبه.
اللي بيدخلوا فلوس مين؟ سيلز اللي صح. بيبيعوا. صح. لكن احنا بالعكس احنا بنصرف. فتخيلي واحنا بنصرف احنا في غايه الاهميه، ازاي اصرف صح باقل تكلفه بالجوده المطلوبه، بالحاجه تتورد اون تايم. دي قصه لوحدها اصلا بيتعمل فيها كورسز ازاي يوصل حاجه اون تايم بحاجه اسمها 7 رايتس، نتكلم عنها ان شاء الله ليتر. فكل التفاصيل دي تعتبر سلاسل امداد لحد ما المنتج يوصل لايد حضرتك من المكان اللي انت اشتريتي فيه. طب خلينا نرتب للناس ايه هي الادارات اللي تحت سلاسل الامداد علشان يقدروا يفهموا رحله السبلاي تشين دي شكلها عامل ازاي. حلو. ممكن اقول حاجه قبل ما اجاوبك على السؤال؟ انا مؤمن بشويه حاجات هقولها. عايز اقولها. اولا مفيش اجابه مطلقه. أوكي. لا يوجد صح 100% او صح مطلق ولا خطا مطلق. ده رقم أوكي. واحد. 2 ودي يا ريت تبقى مبدا عند ناس كتير، يعني انا شخصيا مؤمن بيها، ما لا يدرك كله لا يترك كله. صح. يعني لو مش هقدر احقق حاجه لنسبه 100% وده فعلا شبه مستحيل، اجتهد حتى لو هجيب 20 30 هطور نفسي. حاجه كمان يعني هي شبه المطلق ان مفيش اجابه 100%. طيب ليه انا بقول الكلام ده؟ عشان لما حضرتك هتيجي تشتغل في يوم من الايام في شركه ممكن تلاقي اللي انا قلته مش موجود بنسبه 100%. هو عشان كده دي انا بحب اقول البدايه دي. الجنرال بيقول ايه او الكتب بتقول ايه؟ احنا عندنا اداره الطلب والتنبؤ، عندنا اداره التخطيط، عندنا اداره المشتريات، عندنا اداره المخازن والمخزون، وعندنا اداره اللوجيستكس انكلودينج بقى تحتيها او متضمنه تحتيها اداره النقل والتوزيع والتسليمات للعملاء. ده جنرال او عامه اللي بيقولوا الكتب. لكن ممكن حضرتك تروحي بيزنس تلاقي بعض الادارات مش موجوده مع سلاسل الامداد، هي موجوده بس في اداره تانية سواء مع تيم تاني او منفصل. زي اداره الطلب والتنبؤ كتير بنلاقيها مع اداره السيلز والماركتنج، التسويق والمبيعات، واحيانا بنلاقيها منفصله لوحدها. في النهايه انا يهمني حاجه واحده، الوظيفه اللي بتأديها بالشكل الامثل اللي يتناسب مع اداره سلاسل الامداد. اول ما بيحصل تعارض هنا بتبقى هي دي المشكله. وياما شفنا ده في خبراتنا في العمل، بيبدا يحصل شويه كونفليكت، شويه مشاكل، بنبدا نقول لا، يا اما تظبطوا الكي بي ايز بتاعتكم، مؤشرات القياس الاداء بتاعتكم زي ما احنا بنقول في سلاسل امداد، يا اما هاتوها عندنا احنا نديرها بالطريقه اللي احنا متعلمينها واللي هتفيد البيزنس في النهايه. طب انا هاخد من كلامك هو ازاي الكي بي ايز او المؤشرات اللي بنقيس بيها نجاح الشركه في حته السبلاي تشين تبقى مش متعارضه مع بعض ما بين الادارات وبعض. مراحل التطور اللي حصلت في سلاسل امداد هي ابتدت ان اوريدي كان في قسم المشتريات والمخازن، يعني الناس الاقسام دي موجوده كده لازم تكون موجوده، ولكن زي ما انتي قلتي كده هي كانوا منفصلين، وزي ما نقول كده في صوامع منفصله، فكل واحد ليه المؤشرات اللي بيشتغل عليها. لو كل واحد حط المؤشر بتاعه بدون ما يكون مظبطه بالبلدي اهو مع الإدارة التانية، هيحصل أكيد تعارض ولو في 1% منهم. ممكن صح. الواحد ده على فكرة يعمل كارثة كبيرة في البيزنس. في نظرية بتقول 80-20 الباريتو، إن أحيانا أو غالبا 20% من الأكشنز اللي أنت بتعمليها بتجيب لك 80% من الفايدة أو المكسب أو المبيعات أو أيا كان. عشان كده ساعات ممكن يجي كي بي اي واحد، مؤشر قياس أداء واحد صغير جدا، يعمل مشكلة مع إدارة تانية، يعمل كارثة في البيزنس ويدخلنا في مرحلة الخسارة. فمن هنا ابتدى بقى مراحل التطور في سلاسل الإمداد. لا تعالوا يا جماعة كلكم هنبقى كلنا تحت أمبريلا واحدة أو شمسية واحدة أو مظلة واحدة اللي هي اسمها سلاسل الإمداد. ممكن تدي مثال بإزاي ممكن تحصل عملية الخسارة بسبب يعني واحد من الإدارات، وإزاي ده ممكن يأثر على كل الإدارات التانية خصوصا لو هم بيعملوا شغلهم صح؟ حلو جدا. ما تيجي نتكلم عن حاجة من اللي احنا بنشوفها في الأيام دي. أكتر حاجة دلوقتي عاملة مشاكل الناس في إدارة سلاسل الإمداد من سنة 2020 هي اللوجيستكس. الشحن الدولي بقى وقصة الشحن الدولي ومشاكلها. تخيلي كده، عايز أقول لك إن الغرامة ساعات بتوصل التأخير في اللوجيستكس ل $150 في اليوم. اوكي، ده رقم بالنسبه لنا هنا كمان في العمله بتاعتنا. لا وكمان لما يجمل بقى، ما هو التاخير في اليوم مش هيبقى يوم واحد، ده مجموعه ايام. ممكن تقعد اسبوع 10 ايام. لا ده انا لسه هرصلك شويه مشاكل كده، بس قلبي جامد. طيب خليني هكلمك بقى على الصناعات الثقيله بالاخص. ليه المثال هيبان هنا اكتر؟ لان الصناعات الثقيله تكاليفها عاليه جدا جدا. عايز اقول لك ان تقريبا سعر المنتج اللي بيتباع 85% منه تكاليف. فال 85% منهم جزء كبير موجود عندي في سلاسل الامداد، ما كانش كله يعني. فتعالي بقى نتخيل السيناريو ان احنا مصنع عندنا خطه انتاج، والمصنع ده بيشتغل 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع كل ايام السنه. مصانع الثقيله غالبا بتشتغل بالستايل ده.
وعندي خامات مرتبطه بخطه انتاج. الخامات دي جت وصلت المينا، مينا اسكندريه فور اكزامبل، ايا كان السبب، مش هخش بقى في تفاصيل، اتاخرنا، البضاعه دي ما جاتش، رص لك بقى المشاكل، خط الانتاج هيقف، الخامات ما جاتش فمش عارف انتج، وما عنديش بدايل. ممكن اكون انا صناعه لمنتج واحد، وصناعات ثقيله غالبا بتبقى كده، فالخامات ما جاتش فالمصنع وقف، فعندك فرص بيع كتيره ضاعت. عندك حاجه اسمها تكاليف توقف المعده، عندك تكاليف ثابته بتاعت كل الناس اللي شغاله، ما في مرتبات انت كده هتدفعيها، انتجتي ما انتجتيش، بعتي ما بعتيش، بتدفعي مرتبات. حلو الكلام. سيب بقى ده كله، تعال بقى نروح لللوجيستكس، الارضيات بقى والغرامات اللي احنا هندفعها. زي ما قلت لك ساعات بتوصل ل $150 في اليوم، انت عماله تدفعي. غير ده كله انت ممكن يبقى في مشكله اكبر بكتير من كل التكاليف دي ليها علاقه بسمعتك في السوق. ما هو انا مرتبط بخطه انتاج اللي هي اصلا مرتبطه بتنبؤ او اوردرات بيع. ده صح. عندي او غرامات تسليم، انا المفروض استلم في ميعاد معين. دي اهداهم بالنسبه لي. دي اهداهم. ليه؟ هقول لك ليه. انا ادفع غرامه التاخير للعميل بتاعي احسن من العميل يعمل لي بلاك ليست. اوكي. لو انا صناعه مكمله لصناعه تانية، بورد كميات وعندي عقد طويل وانا بورد له بشكل مستمر، واتاخرت عليه فعملت له هو كمان مشكله. هي تشين، هي فعلا سلسله، انا بعمل مشكله فبسمع في اللي بعدي، فاللي بعدي يسمع في، وهكذا. فانا خبطت في العميل، والعميل ده مش شرط. الناس دايما مرتبطه كلمه العميل اللي هو الناس العاديه اللي هو احنا، لا، العميل ده ممكن يكون مصنع، يعني شركه كبيره، ساعتها الخبطه موجعه، فالمصنع ده هو ممكن كمان يوقف في الانتاج، فيحصل له مشاكل بقى مع العملاء، الاند يوزر، العميل النهائي اللي بيتعامل معاه. اول قرار او اول حاجه بتظهر في دماغه، اعمل لي بلاك ليست للناس دي. أيوة. وشوف لي بديل بسرعه. انا عندي مشكله، البيزنس ما بيرحمش، مفيش عواطف. صح. فانت فكره ان انا ادفع غرامه تاخير دي اقل الخسائر من وجهه نظري، لكن انا اخسر عميل وعميل كبير وعندي عقد سنوي معاه، هي دي الخساره الكبيره جدا. ده بس مجرد ان حصل تاخير في اللوجيستكس. طب هو في حاجه ممكن تمنع التاخير ده او مش تمنعه، يعني تبقى مديه مساحه من التوليرنس كده، ما توديش الدنيا في داهيه؟ الله ينور عليكي. هو ده اللي احنا بقى بنعمله سلاسل امداد. هي شغلانه سلاسل امداد على قد ما هي ممتعه، على قد ما هي ايه بتجيب يعني ايه ضغط، وعايزه واحد ايه يعني. ويمكن ممكن اقولها دلوقتي، لو ما اعرفش هتساليني فيها، بس انا هقولها من دلوقتي. يا جماعه، اللي عايز يشتغل في سلاسل امداد لازم يكون فليكسبل ومتقبل. مش عايز اصعب الامور، بس سوري، ساعات بتبقى كوارث. لازم يبقى عنده استعداد يحل المشاكل ويتعامل معاها في الماضي. تبقى في اجازه مصيف مثلا، وتلاقي الساعه 2-3 بالليل المصنع بيكلمك، هتسيب كل اللي في ايدك وتسيب حياتك واسرتك عشان تحل المشكله دي. ده ما كانش ممكن تضطر تسيب السفر اللي انت فيه او المكان وترجع المصنع. عادي جدا. نرجع للجزء الله يطمنك. لا مش يعني، بصي، هي الحياه كده، وخلينا من الاساس كده بقى. خلاص لازم نتعلم ان الحياه مش سهله، الحياه مش ورديه، مفيش مثاليه، لا، في مشاكل. ويمكن دي جزء من متعه الحياه على فكره. والسبلاي تشين ممتعه جدا لان احنا مش قوالب ثابته. أيوة. انا بشبهنا بالميه، هتحطيني في ازازه هاخد شكل الازازه، هتحطيني في بوكس هاخد شكل البوكس، طبق، وهكذا. مرن، تبقى جداً. مرن قدر الامكان. عشان كده لو انت مش مرن ما تشتغلش سبلاي تشين. يا اما بتبدا تشتغل اول على نفسك، انك تتمرن على مواجهه التغيرات الكتيره عشان تقدر تكمل. لان من سنه 2020 بجد وكأن العالم اتشقلب. يعني من قبل 2020 كان في تشالنجز وتحديات ومشاكل وتغيرات، طبيعي جدا. لكن 2020 سنه فاصله في حياه العالم وحياه سلاسل الامداد. طيب، عشان ما افقدش التراك تاني، ايه اللي ممكن نعمله؟ احنا بنقول عليها، هقول بالانجلش والعربي عشان على فكره المصطلحات الانجليش لازم برضو يبقى عندنا خلفيه بيها كويسه عشان لما ان شاء الله تدخل المجال تبقى فاهمه. بنقول عليها ريسك ميتيجيشن، ازاي هتعامل مع المخاطر. ده مخاطر، مفيش حاجه زي ما انا قلت في الاول 100%. يعني مفيش حاجه اسمها ان الخطر اتمنع، نو واي، مفيش كده. لكن في خطر هتعامل معاه. لو عايز اجاوبك على الحته دي بالذات، في طريقه بنعملها في اداره المخزون بتامنني من المخاطر ده بشكل او باخر. بمنتهى البساطه بنقول عليها مخزون الامان. ازاي يكون عندي مخزون امان، لا قدر الله حصل اللي انا لسه قايله من شويه ده، اتاخرنا في الخامات، المصنع ما يقفش، فيكون عندي ستوك مخزون اشغل نفسي بيه لحد ما احل المشكله دي. بس برضو هي دي على قد ما هي طريقه، ما انت ممكن تقولي طب ما انا ازود المخزون. المخازن هتشيل قد ايه بقى؟ ده حوار. حتى لو هتشيل الموضوع كومبليكيتد وممتع. هي شعرايه، لا تزودي مخزون ولا تقللي مخزون، لان زياده المخزون
للناس بقى المتخصصه في الماليات، ده بيخنق الكاش. يمكن تسمع، ممكن تكلم مع تاجر السيوله بقى. الله ينور عليك، ممكن تكلمي تاجر مش متعلم على فكره وتقول له ايه الاخبار، يقول لك والله فلوسي كلها بضاعه. ده كده بيشتكي على فكره، مش فرحان. يعني تمام. ممكن يكون معاه بضاعه ب 100 مليون جنيه، بضاعه لا عارف يطلع مرتبات ولا عارف يعمل انفستمنت او تطوير. ممكن يكون قدامه فرصه ذهبيه يشتري حاجه ويخش بيها السوق، بس معهوش الكاش. عشان كده المخزون سلاح ذو حدين. امتى نرفع المخزون وامتى نقلله، ودي ليها كالكوليشنز بقى، دي حته اكاديميه شويه، بس ده سيمبلي كده ببساطه الحل بيبقى في الحته دي غالبا. طيب هو انا عندي اسئله كتير جدا على الحته دي، بس خليني اقول لحضرتك اللي انا فهمته. اللي انا واخده بالي منه، الشخص اللي هيشتغل في السبلاي تشين ده بشكل او باخر هيبقى عنده مجموعه من السكيل سيت من غيرها مش هيقدر يبقى موجود في المجال ده. قبل اي تعليم هو هيتعلمه. يعني الراجل ده لازم يبقى شخص هادي واعي، هيعرف يتصرف ازاي في المواقف اللي فيها مشاكل كبيره. وهستأذنك قول لي ايه ممكن تكون الصفات اللي شايف ان الشخص اللي هيشتغل في السبلاي تشين ما يقدرش يشتغل في السبلاي تشين من غيرها. طب عشان ما نخوفش الناس، حتى لو مش عندك مش معناه مش هتشتغل. لان انت ممكن تشتغل على نفسك، تتعلم. زي ما بقول دايما بمثل كده بميسي وكريستيانو. ميسي فطره طبيعيه فيه المهاره، كريستيانو اكتسب مهارات بالتدريب والاجتهاد. فما تقلقش وما تخافش او ما تخافيش لو عندك نقص في حاجات من اللي انا هقولها، مش الدنيا ما قفلتش، لا هنشتغل عليها. انا بشوف اللي انت قلتيه اول حاجه ده، ان تكون شخصيتك متقبله للصدمات وتبقى مرن، ده رقم 1. 2 ودي بشوفها هي سر نجاح اي وظيفه على فكره، بس مين اللي بقى عندنا احنا، انك تكون راجل مخطط. بتعرف تعمل تايم بلان، تحط خطه. ويمكن انا بستخدم لحد اللحظه دي الاكسل. الاكسل بشوفه من اقوى واعظم التولز اللي اتوجدت في الحياه، انك تنظم بيها حياتك كلها، شغل وحياتك الشخصيه كمان. اوكي. فاينانشلي، ماليا، وتايم مانجمنت، اداره وقت. فالاثنين دول في الاكسل بيرفكت يعني. فبشوف ان دول اهم يعني اهم صفتين لازم تكون موجودين في اللي هيشتغل في السبلاي تشين او في سلاسل الامداد. فاهمه قصدك. تكون مرن ومتقبل الصدمات. تاني حاجه بتعرف تخطط الوقت وتستغل كل المصادر المتاحه قدامك. الجمله دي يمكن حتى ساعات ناس بياخدوها بشكل سلبي، يعني انت راجل مستغل. على فكره الاستغلال في الشغل حاجه حلوه مش حاجه وحشه. ان كل حاجه ربنا اداها لك قدامك متاحه استغلها. استغلال حلال، هو مش بنعمل حاجه غلط. يعني احنا متفقين ان احنا بنتكلم في شغل والشغل ده حلال، فلازم نستغل كل المصادر اللي ربنا اداها لنا. المصادر دي ممكن تبقى مصادر شخصيه اللي هي شخصيتك، امكانياتك، ذكائك، قدرتك على الاستفاده من كل ثانيه في وقتك. لو انت بقى ربنا يكرمك ان شاء الله بقيت هيد او ليدر او مانجر او دايركتور، بتعرف تستغل التيم اللي عندك. عامل زي كده المدير الفني بتاع الكوره اللي بيوظف اللعيبه. هو ليه بيلاعب واحد مهاجم ولاعب واحد مدافع ولاعب واحد خط وسط؟ ليه ما بيحصلش تباديل ويبدلهم؟ في لعيبه بتقبل انها تتبدل، وده بنسميه الجوكر في الكوره. في لعيبه ما ينفعش، يعني هو مهاجم لو جبته مدافع هيعمل لك مصايب ورا. لو مدافع قوي جيت لعبته مهاجم مش هيعرف يجيب لك ولا جول. البوينت اوف اكسبرتيز اللي هو الشخص ده اشطر واحد في الحته دي، بس لو حركته مش هيبقى اشطر فيه. مش هيبقى اشطر. زي مثال الاسد والنسر والكلام ده. ما فيش اسد هيطير ولا النسر هينزل يعوم يصطاد. مقارنه ظالمه، مش هينفع الاثنين. انت عارفه ان ضافوا كان مصادر الويست او مصادر الاهلاك كانت 7، ضافوا لها حاجه ثامنه اللي هي اليوتيلايزيشن بتاعت الريسورسز. ان يكون عندك واحد انت موظفه غلط، فده احد مصادر الويست الاهلاك. ان هو شاطر في البلاننج، بيخطط حلو جدا، وحضرتك حاطه في المشتريات وهو ما بيعرفش يتفاوض، ما عندوش مهارة التفاوض. صح. فانت كده بتعمل حاجة غلط. انت يعني واخد تقريبا 20% اوتبوت ومضيع 80%. ده يمكن اقل من 20% كمان. لو هو مش عارف يجيب التارجتس بتاعت المشتريات هيبقى كمان مش واصل ل 20%. ممكن يعني، بس انا بقول 20 عشان 80-20 اللي هي نظريه باريتو. بس لو انا نقلته مجرد هعمل انا اقوم من الكرسي ده قعدوا على الكرسي الثاني في نفس جوه، كلنا جوه سياسه امداد، بس في اداره التخطيط هطلع منه قماش زي ما بيقولوا. طيب خليني اسال حضرتك بقى، هل المجهود اللي احنا بنتكلم فيه كسكيلز، الشخص ده محتاج يبقى عنده السكيلز دي؟ او خلينا نقول مثلا ايه، انا محتاجه يبقى عندي سكيلز ومحتاجه يبقى عندي معرفه ودرايه بكل ما يخص سلاسل الامداد، وابقى عارفه انا محتاجه ابقى موجوده في انه قسم. قبل ما اسالك السؤال اللي على بالي هوقف هنا واسالك سؤال.
هل انا محتاجه ابقى عارفه انا محتاجه اشتغل في انه قسم، ولا الشركه هي اللي بتقول والله فاديه تنفع تبقى في قسم المشتريات او التخطيط او ما الى ذلك؟ بصي خلينا برضو نرجع الامور لاصلها، توفيق ربنا واراده ربنا رقم واحد، لكن احنا في حاجات ممكن نشتغل عليها طبعا. انا فاكر انا شخصيا اول ما اتخرجت واشتغلت اشتغلت في مصنع اسمنت، كان في نظام في الشركه ان اول 3 شهور اورينتيشن بتلف على كل الادارات. انا مهندس ميكانيكا، فكل ما يخص الميكانيكا لفيت عليه في 3 شهور. فلقيت في الورقه المكتوبه بتاعتي الريكومنديشن بتاعتي ان انا اشتغل في قسم التجهيزات اللي هو بدايه السبلاي تشين. انا ساعتها رفضت وقلت لهم لا، انا محتاج اكسبيرينس اكتر ان انا اتعلم اشتغل صيانه على المعدات نفسها. الناس كانت متقبله جدا وقبلت وحصل كده. وبعد كده رحت للتجهيزات او البلاننج، يعني بعد كده عملت الكارير شيفت ده. فهي بتبقى برضو فيها حظوظ او فيها توفيق من ربنا. ممكن شركه تقول لي لا، لان هم بناء على خبراتهم شافوا ان انا في الحته دي، وانا شايف ان هم كانوا شايفين صح. بس انا كنت حاسس ان انا محتاج شويه وقت تاني قبل ما اعمل الكارير ده. الوقت ده تقريبا كان قاعد معايا 1.5 سنة زياده. بس ما فيش حد بيخرج كده من الجامعه او بيخرج من وظيفه معينه وبيشفت الكارير بتاعه بيروح يقول انا عايز ابقى في الاداره الفلانيه جوه السبلاي تشين؟ ممكن. لا ممكن في شركات بتتقبل وفي شركات ما تتقبلش. احنا اتفقنا بقى ما فيش ايه حاجه 100%. هتلاقي شركات وشركات كبيره ومالتي ناشونال وبيقبلوا جدا. يمكن الناس دي هي اللي بيبقى عندها القبول اكتر من الفاميلي بيزنس شويه. الفاميلي شويه بيبقى ريستريكتد، هو شايف حاجه معينه وهو عايز حاجه معينه. لكن المالتي ناشونال عندهم الثقافه شويه ان يسمع ويدي فرصه ويجرب. احنا عندنا في الهندسه بنقول تراي اند ايرور، يعني جرب وشوف، اللي هتجيب نتيجه معاك هنكمل معاه، اللي مش هتجيب هنعيد تاني. اوكي. طب هرجع لسؤال حضرتك. اولا عشان انا عارف السؤال ده في ذهن كل بالذات الشباب الصغير، السبلاي تشين مش مهندسين بس. انا كنت لسه هسألك والله. انا اسف ان قلت ولا يهمك، لا بس عشان السؤال ده بيتسأل لي شخصيا كتير، ويمكن عشان عندي بيجي لي كتير السؤال ده. طب انا مش مهندس او انا مش مهندسه كده مش هقدر اخش؟ اقول له لا، هتقدر تدخل عادي جدا. اساس امداد بتمتص كل انواع الدراسات او الكليات اللي احنا بندرسها. لكن دايما بقول الصناعه او البيزنس هو اللي بيحدد الميول هتروح فين اكتر. يعني ببساطه المصانع اكيد اكتر ناس موجوده في السبلاي تشين هيكونوا مهندسين، لان في حتت تكنيكال كتير فمحتاج مهندس. مش معنى كده ان 100% مهندسين، لا انا عندي في المشتريات في خريج تجاره وخريج نظم معلومات، ما عنديش مشكله خالص. لكن بيحتاج لازم معايا مهندس سواء ميكانيكا او كهرباء، لان في حته تكنيكال مش هتكون موجوده عند الطرف الثاني. طب تعالي نروح مثلا الاي كوميرس، تجاره الكترونيه، اجيب مهندس ليه؟ ممكن مهندس يشتغلها مفيش مشكله، بس قصدي هنا ما فيش خالص حاجه بتقول ان دايما مهندس. فريق السبلاي تشين في الحاله شبه دي هيبقى اكتر من جامعات تانية، من كليه تجاره ومن وظائف فيها تعاملات حسابيه اكتر. بالظبط. فالموضوع ما تربطوش يا جماعه بالمهندسين، ولا بنربطه بالتجاره، ولا بنربطه حقوق. لا، الموضوع مفتوح. ويمكن مؤخرا بقى في جامعه او كليه بتدرس اللوجستيات، ولكن ستيل ما فيش تخصص واضح قوي في السبلاي تشين. بس من الحاجات الكويسه جدا لسه عارفها قريب عندنا انا خريج هندسه حلوان، ان بقى في جزء من قسم ميكانيكا صناعيه بيدرس سلاسل امداد. يمكن انا تشرفت ان انا ابقى ليدر لفريق اتخرج خلاص الحمد لله اتخرج ونجحوا يعني في مشروع التخرج، كانوا بيطبقوه في سلاسل امداد، وكنت اعمل لهم انفيتيشن عندنا في المصنع وعملوا المشروع بتاعهم مشروع التخرج عندنا يعني. حلو جدا. ما تقلقوش، ما فيش حاجه اسمها مهندسين بس، ما فيش حاجه اسمها تجاره بس، لا الموضوع مفتوح. انت محتاج بقى تعمل حاجات تانية. لو هنا بكلم الفريش، انت محتاج بودكاست زي ده مثلا تسمعه، في بودكاست كتيره متخصصه في القصه دي، في كورسات بيزكس. انا عايزك تبقى بس الموضوع ما تحطش بردن على نفسك كده او حمل على نفسك ان انت تاتشيف من وانت لسه متخرج شهادات دوليه. غلط تماما من وجهه نظري. خد الموضوع بهدوء، امشي واحده واحده، احضر ايفنتس، اعمل فولو لناس متخصصه في المجال، هتبدا تسمع ليهم. انا حاسس ان انا اتخطيت السؤال. انا حسيت ان احنا رحنا بعيد قوي في اجزاء تانية من السؤال، بس ما فيش مشكله، دي كلها حاجات هتفيد الناس ان شاء الله. ولكن خليني اسال حضرتك اصلا لما جيت تبدا في السبلاي تشين، انك تطرقت لانك بدات في مصنع اسمنت وغيرت المصنع وما الى ذلك، ممكن تشرح لنا بداية حضرتك كانت ازاي اصلا، وازاي بقيت جزء من الصناعة دي؟ انا بدايتي كانت
توفيق كله من ربنا، وما زال طبعا توفيق من ربنا، بس ما اخترتش. يعني في البدايه انا ما اختارش، انا متخرج مهندس ميكانيكا عادي جدا، لسه ما اعرفش اي حاجه. جات لي فرصه في شركه من الشركات، مصنع اسمنت سينا اللي في العريش. دي كانت بدايتي. اشتغلت زي ما قلت لك، اتعمل لي اورينتيشن 3 شهور، بعد كده اتحطيت في البلاننج، فانا رفضت وقلت انا عايز اكمل في الصيانه. فكملت في الصيانه تقريبا سنه ونص تقريبا، يعني ما خلتنيش اذاكرها الفتره دي. انا بس كنت بتعلم تكنيكال اكتر في المعده، لان انا خلاص راجل مهندس شغال في مصنع صناعه ثقيله، هيفي اندستري، طف شويه، حياتها طف شويه. احنا حياه المهندسين في المصانع شبه حياه العسكريين يعني. انا عارفه، انا صاحبتي بتشتغل في المصنع ده. والله طب كويس جدا، حلو جدا. فاحنا بس هي اكيد في الهيد اوفيس، هي في الهيد اوفيس بس بتروح العريش برضه. والله ربنا يعينها. المهم، فالحياه بتاعتنا شويه مش حياه سهله شويه، لا حياه عسكريه في صحراء بين الجبال، بيدوب بنروح ننام عشان تاني يوم شغل وما الى ذلك. وده كويس جدا على فكره في البدايات، على فكره يعني. اوكي. في البدايه حاول تتعب، يعني بنقولها احنا حتى لاي حد بيتعين، اتمرمط شويه في الاول، دي حاجه ما تعبكش خالص. مش عيب انك تبقى مهندس وهدومك فيها شحم او تراب او لا، عادي جدا، بالعكس ده بيبان ان انت مش فارق معاك الحتت اللي بقى انا قاعد بقى شياكه والكوفي هتوصل له ان شاء الله يعني. بس ابدا من تحت، حتى من تحت كده زي ما بنقول يعني. فابتديت كده بعد سنه ونص، رحت شركه مالتي ناشونال بفضل الله. كانت بقى بدايه ان انا دخلت البلاننج في قطع الغيار بس. قعدت بقى في الجزء ده، ومن وقت ده الشركه بصراحه صرفت عليا، وخدت كورس CPIM. ده من الكورسز المهمه جدا اللي حابب يبدا يخش في سلاسل الامداد. اتعلمت حاجات اكاديميه ودي بقولها والله كتير، صدقوني اللي موجود في الكتب ينفع تطبقه. في ناس بيقول لك يا عم دي نظريات ومش عارف، لا والله ادي في النظريه فرصه، انت اللي مش عايز تجربها او انت اللي مش عايز جربيها. حاجات كتير ابليكابل وينفع تطبقها. مش بقولك ان كل اللي في الكتاب هينفع تطبقه، لان الكتب بتتكلم كل انواع البيزنس. ايوه. بتخاطب اللي يناسب شادي واللي بيناسب فاديه، يناسب احمد XYZ، فلازم يخاطبك في كل الافكار. لكن خد اللي يناسبك وطبقه، وتعالى حاسب النظريه لو طلعت غلط. انا عن نفسي جربت وبعلم الناس وبنجرب وطلع بيها قماش كويس جدا جدا. بعمل اتشيفمنت، الادارات بتنبهر، مع ان انا ما اخترعتش حاجه على فكره، انا طبقت النظريه اللي موجوده في الكتاب. أوكي. كما انزل يعني. فدي كانت البدايه. دخلت في القصه دي ودخلت بقى في الحته الاكاديميه، وفضلت كل حاجه بتعلمها اطبقها وتراين ايرور. في حاجات ما بتظبطش من الاول، مش معنى كده ما ظبطتش من الاول بقفل الباب على النظريه، لا، يمكن انا عملت اناليسيس غلط. ومن كلمه اناليسيس دي بقى، انا دي النصيحه اللي بنصحها لاي حد دلوقتي، بنصحها بقى لي 5 سنين تقريبا. من فضلك اتعلم داتا اناليسيس، لازم تتعلم. انا شايفها بقت مانداتوري. يعني احنا من 10 سنين كان ايه، بدأنا نقول لازم يكون عندك اكسل. لا خلاص، ده ما بقاش سؤال، ما ينفعش اصلا ما تبقاش عندك اكسل. ومش بقول اكسل اللي هو تعمل لي جدول، لا لا لا، تبقى فاهم الادفانسد فورمولاز بتاعت الاكسل، كل الفانكشن لازم تبقى شاطر فيها. لا دلوقتي انا بشوف ان كمان لازم تتعلم تحليل بيانات، وبشوف تحليل البيانات ده بوابه لاي فيلد انت هتخش. انت قصدك هنا مفاهيم تحليل البيانات، ولا يتعلم يعمل التحليل بايده؟ الاثنين. المفاهيم طبعا ده رقم 1 اساسي، ويتعلم يعملها طبعا حتى لو انت مدير. تمام. انا بس الفكره هو تعليم تحليل البيانات ده مجال كامل، ففكره ان هو يتعلم مجال ويروح يشتغل في السبلاي تشين، مش حاسس انه ده هيبقى مجهود يعني تعليمي كتير عليه؟ لا لا خالص. انا بشوفه دلوقتي تول اساسيه. خدي بالك تحليل البيانات ده ليفلز. انا مش بقولك تبقى داتا ساينس بقى وماشين ليرنينج، وان كان ده هيفيدك، لكن على الاقل بتعمل لي تحليل بيانات باستخدام اكسل والباور بي اي مثلا. فاهمه قصدك. ده بالنسبه لي مهم. هرجع بقى للاساس امداد، لا طبعا مهم جدا جدا. هو اصلا فاكره السؤال اللي احنا اتكلمنا فيه، ازاي تظبطي المخزون عشان تواجهي المشاكل اللي بتقابلك؟ هو اصلا مبني على تحليل. تمام. انا برسم بحلل وبشوف كيرفز كده قدامي، امتى بيحصل بيك، امتى بيحصل هبوط، بنعمل حسابات معينه بحد الطلب هجيبها امتى بناء على اناليسز معينه بتدرس في علم سلاسل الامداد اسمها ABC XYZ اناليسز. دي تحليل كده متعمق شويه شويتين. تمام جدا. فلا انا يعني بأصر تعلم تحليل بيانات، وتعلم تعمله، مش مفاهيمه بس، تعلم تعمله. حتى الكلام ده مش بقوله بقى الفريش، حتى لو انت مدير لازم يكون عندك المهاره دي انك تعمل تحليل بيانات. انت محتاج في وقت من الاوقات تنزل الملعب شويه. حضرتك بعدها عملت ايه؟ استمريت في الكورسز. في فتره وقفت شويه عن الكورسز، ولكن كنت بذاكر.
بذاكر الانترنت مليان بالدوكيومنتس، مليان بالناس اللي بتشرح، بس في حاجه كانت بقى بتضايقني انا، ويمكن دي اللي لما بدات وصلت ليفل معين بفضل الله ان اركز عليها، المحتوى العربي. المحتوى العربي في مجالنا شويه فقير، فبدعي ربنا ان اكون واحد من اللي بقى فيه كذا حد الحمد لله موجود دلوقتي في السوق بيتكلم، بيعمل بودكاست، بيعمل تشانل بتشرح سلاسل الامداد، عشان المحتوى فقير في العربي. فكنت على ايامي انا شويه قديم شويتين، كنا بنعتمد على اليوتيوب التشانل الناس الاجانب يعني. بعد كده من 2012 ظهر لينكد ان، او انا كشادي دخلت في لينكد ان. كان دخولي صراحه فقير شويه، مش مهتم، مجرد بلاتفورم مش فاهمها يعني، خلاص عندي اكاونت شبه الفيسبوك كده، بس حقيقي ما كنتش مهتم بيه. ويمكن دي بقى النصيحه اللي بنصح بيها، اهتموا بلينكد ان، ده جوه دهب. ممكن اجل الحته دي شويه عشان نتكلم عنها قدام في النصايح، لان عايز اركز عليها، بس ده اللي انا عملته. لو انت سالتيني انت عملت ايه، فانا عملت كده. لينكد ان بتابع ناس، مؤتمرات، بذاكر، باخد كورسز، بطبق، بترقى. حلو قوي، حلو قوي قوي. شفت انا قلت اخر حاجه ايه؟ بتترقى. لان دي الهديه او المكافاه اللي ربنا بيديها للي بيجتهد. مش شرط انك تترقى، بس لا يعني ان شاء الله هيحصل كده، بس حتى ما حصلش ما تزعلش، اكيد في حاجه تانية هتحصل قدام شويه ان شاء الله. طيب خلينا نروح للحته بقى بتاعه، احنا كنا لسه بنقول انه في شباب من جامعات تانية غير كليه هندسه ممكن يبقوا جزء من السبلاي تشين. هنفترض انه قدامنا شخصين، واحد بيشفت الكارير بتاعه من مجال تاني بقى له كذا سنه بيشتغل، وواحد لسه فريش جراد. كل واحد فيهم محتاج يتعلم ايه علشان يقدر يعدي اول انترفيو، او بلاش نقول يعدي، يبقى مسموح له يدخل اصلا الانترفيو بتاع السبلاي تشين. هكلمك من ارض الواقع. اكيد زي ما انت في وسط كلام، الفريش حاجه، وواحد بيعمل كارير شيفت حاجه تانية. صح. انا كراجل بعمل مقابلات، لما بعامل الفريش بعامله معامله تانية خالص. انا مش محتاج منه اتشيفمنت، هو لسه ما عملش اتشيفمنت، ده يا دوب هو اكبر اتشيفمنت عمله في حياته انه اتخرج، ان هو قدم اصلا مثلا انه ان سي في وصل لي مثلا. فده هعمله بطريقه تانية. فخليني اركز الاول على الفريش. طب انا قدامي 4-5 فريش، فاكيد ما فيش اكسبيرينس. طب انا ايه اللي يخليني اختار واحد من ال5 اللي مقدمين؟ اكيد اللي هيكون اجهز ولو ب1%. اجهز دي كورسات ومذاكره وكده. هقول لك، بس خليني عايز اقول قبل اجهز دي في حاجه مهمه جدا للفريش. الاتيتيود بتاعك هو رقم 1 في التقييم، عشان تبقى عارف. ده مش بكلم سياسي، ده في اي بوزيشن الاتيتيود بيبقى مهم لواحد فريش، لان زي ما قلنا ما فيش خبرات، انت لسه زيرو. فانا اول حاجه هركز عليها معاك اتيتيودك، طريقه تعاملك، تقبلك. لو ضغطتك شويه في انترفيو بشوف رد فعلك، عشان اشوفك بتتنرفز بسرعه ولا هادي. احنا اتفقنا بقى في سياسه الامداد ان ايه، انت هتضغط بس هتضغط بدري، شعرك هيبيض بدري. فدي اول حاجه. بعد كده بقى، طب لو ال5 ماشي اتيتيود محترم وكويسين وكل حاجه، ايه اللي يخليني اختار واحد من ال5؟ واحد ولد او بنت، عشان بس الكلام ما يتاخدش في محتوى. فاهمه قصدك. ممكن يبقى عايز يتعلم اكتر من زمايله، او لا غير كده، خد حاجه اتعلم، بيحضر ايفنتس، خد كورس بيزكس. في البدايه انت لو جيت لي باعلى شهاده وانت لسه فريش، سوري، ولا ليها اي قيمه بالنسبه لي. لكن خد كورس، خد نوليدج في الاول، دور على النوليدج، المعلومه، قيمه المعلومه. لكن شهاده بالنسبه لي هي فعلا حبر على ورق. صح. يعني انا بستغرب بصراحه يعني كان ممكن ده يتعارض مع اراء بعض الناس، حد لسه متخرج وليه بيعمل MBA. شوف انا يعني عندي وجهة نظر في الموضوع ده، هحتفظ بيها لنفسي مش هقولها اصلا. لا مفيش مشكله يعني. هو انا من وجهة نظري صراحة شايفة انه الMBA فعلا مفيدة طبعا، ولكن مهم جدا انك يكون عندك من الخبرة العملية اللي لما تروح تتعلم MBA تسقطها عليها. مهم قوي ان انت تبقى عارف، مثلا واحد شاب شاطر جدا عايز ياخد MBA علشان يروح مجال تكنيكال مثلا، هو هنا انت موقعك ايه من الاعراب؟ انا بشتغل في الحاجات البيزنس، خلاص انت عندك النولج البيزنس، لكن انت لا عندك نولج بيزنس ولا تكنيكال ورايح MBA ومتخيل انه في حته ناقصك. لا، انت كله ناقصك. استنى، روح خد الخبره يبقى انت متفق معايا. تمام. انا افتكرت هتقولي لا، اصل انا الراي ده بستغرب من واحد فريش رايح يعمل MBA. لا يعني على الاقل يا سيدي يقعد 2 سنين على الاقل، وممكن اكتر كمان. على فكره زي ما انت قلت كده، انت موقعك ايه من الاعراب؟ انت ايه فهمته اصلا؟ بلاش حتى لو ايه فهمته ايه، انت هتختار انهي ميجر ازاي؟ ما هو في الحاله دي انا بشوف ايه، شباب لسه متخرج من الجامعه بيعمل MBA بيسد على الحاجات اللي بيحبها من ايام الجامعه. هفاجئه،
هينزل على ارض الواقع يكتشف ان الحاجات اللي بيحبها دي مش ضروري خالص يشتغل فيها. بالظبط. ممكن اقول حاجه كوميديه شويه، انت ممكن في الكليه ترتبط بواحده بس هتتجوز واحده تانية في الاخر. طب ليه كده؟ بجد لان الاكسبيرينس بتفرق. لو انت طالب لسه شويه مش راكز، أيوه. وده كله، وانا شخصيا كلنا نفس هذا الشخص، فانت ممكن في الاول يبقى هنا بقى في البيزنس انت شايف ان انت بتحب الحته دي بتحب الفاينانس، بتحب الماليات، بس لما تشتغل تلاقي نفسك انت شاطر قوي مثلا في النيجوشيشن، في المشتريات. اوكي. فيبقى ساعتها لا، ده الميجر اللي هتمشي فيه اكتر. اوكي. فدي وقت لنفسك تتعلم وتجرب وتدوق، زي ما كان زمان كده لما احنا صغيرين ترفض اكل باباك او مامتك يقول لك طب دوق بس الاول، دوق شوف السوق هيقول لك ايه، شوف انت اصلا الرد فعل بتاع مخك مع الوظيفه دي هيبقى ماشي ازاي. والله تمام حلو مفيش، وانت صغير فرص التجارب كتيره جدا، جرب. يعني برضو ممكن اقول وجهه نظر تتعارض، بس احنا متفقين هنتكلم براحتنا. انا مش شايف ان انت وانت صغير تثبت في مكان واحد كتير. لا انا شايف بالعكس، ده سن التجارب. ده زمان كان في مشكله اللي هو السي في بتاعك مليان حركه وبتاع، ما زلت بتضايق من الاتش ار اللي بيبقى مركز في دي. هو انا صراحه ما يعني بشكل او باخر انا متفهمه الكونسبت بتاع ان الاتش ار الريتنشن كوست بتاعته عاليه، وبرده عشان الناس اللي مش فاهمه يعني ايه ريتنشن كوست. انا النهارده مثلا هنفترض ان انا اتش ار جيت عينت استاذ شادي عندنا في الشركه، بعد سنتين او بعد سنه ونص او بعد 9 شهور استاذ شادي قرر ان هو هيروح على اوبورتيونيتي احسن، فهيجي يقول لي انا لقيت اوفر احسن بالرقم الفلاني. انا كاتش ار لو الفريق بتاع استاذ شادي متمسك بيه، مطالب مني ان انا اطلع من بادجت الشركه علشان ادفع له فرق الفلوس اللي هو بياخدها في مكان تاني علشان هو يقعد، لو ده السبب اللي هو رايح على اساسه. لو السبب ان هو هيتعلم في حته تانية اكتر، فالاتش ار بيبقى عاجز عن التصرف تماما، وفي الحاله دي خلاص بيفقد الامل. الاتش ار بقى مش عايز يدخل الدايلاما دي كل شهر او كل سنه او كل مده معينه، فبيبتدي يفعص الانسان ويقول له انت ازاي اتحركت بسرعه، انت اكيد هتمشي وتسيبنا، انت اكيد هتدخلني الدايلاما دي ليتر او ده، وانا متقمصه طاقيه الاتش ار. بس في الحقيقه مع احترامي الشديد لكل الاتش ارز، انا بحبهم كلهم طبعا، هم اللي بيعينونا بحييهم احترامي الشديد، انا مستقبلي يحتم عليا ان انا احط مجهود في ان انا اتحرك عشان اتعلم اكتر، especially لو انا لسه جونيور، علشان اتحرك ابقى سينيور في مكان يديني التقدير المادي الكويس، يحطني في البوزيشن الكويس، ابقى نومينيتد لافضل تيمز كويسه بسبب المعلومات الكتير اللي انا جايه بيها. طب اكلمك بقى كوست وايز. هو انت اتكلمتي ان الاتش ار بيبص على التكلفه، ما هو دي بالنسبه له تكلفه انه يجيب. طب ايه رايك ان انا هجيب واحد هيقعد معايا سنه بس هيعمل وفر للشركه 30% في سلاسل الامداد، فيزود ربحيه الشركه 10-15%، جاب ثمنه 5-6 سنين قدام. ساعتها هاته يقعد السنه دي، حتى لو مش عارف اقعده اكتر من سنه، ده اصلا هيعمل لي فلوس يعني بتاع 3-4-5 سنين قدام. فاحنا عايزين نبص كده. ويمكن دي انا بقولها دايما في الكورسز عندي بقى، احنا في سلاسل امداد بنلبس نظاره بكذا عين او كذا عدسه. اهم حاجه عندي ان ابص على التكلفه الاجماليه، ما تبصش تحت رجليك انت وفرت هنا، ما انت ممكن توفرت هنا بس ضربت حته تانية. ودي بقى اللي يمكن حته مؤشرات قياس الاداء، ممكن الراجل بتاع المؤشرات يعمل وفر في حاجه بس يعمل لي مشكله في المخازن فيزود لي تكلفه المخزون. ايوه، فيبقى مش بس اللي وفره زاد، لا ده ممكن يخليني اعدي اللي وفره بكتير ويدخلني ممكن احيانا في مرحله الخساره. فاهمه قصد حضرتك. فاحنا لازم يكون عندنا دايما حتى كاتش ار في النهايه البيزنس عايز ايه. البيزنس عايز اللعيبه اللي تجيب الجوان. ما هو بقى اللي حضرتك قلته من شويه، احيانا بيضغط على بعض الفرق في شركات معينه. ايه هو؟ انه انا عندي تارجت ومؤشرات قياس لنجاح الفريق بتاعي، واحيانا ما بيبقاش فيه في الشركه التصميم اللي يجبر ان المؤشرات دي تتماشى مع بعض، فيفضل في فريق شايف انه هو كده خساره الشركه في انها تدفع الاماونت الفلانيه عشان الريتنشن، او تدفع الاماونت الفلانيه علشان الناس تبقى متحمسه اصلا تشتغل في الشركه دي، او توافق من الاساس على انها تاخد فلان اللي بيتحرك كتير. ولكن علشان ما نبعدش عن سؤالنا، خلينا نرجع تاني لبدايه سؤالنا. انا كواحد فريش ايه اللي انا محتاجه غير الصفات والشغل على نفسي في ادراك الامور اعمله؟ ايه هي هل مثلا في شهادات معينه محتاجه اذاكرها؟
هل محتاج اعمل اي حاجه علشان يبقى عندي دواير ترشحني؟ صحيح. محتاج اعمل ايه بالظبط؟ هتكلم حته الاكاديميه وبعد كده نتكلم على الحته الثانيه اللي هي ليها علاقه بالنتورك. الحته الاكاديميه الاول، انا بصر تاني خاصه الاكسل مش هقوله لان ده بقى ده ABC بجد. داتا اناليسيس تحليل البيانات. اتعلم تحليل بيانات. تحليل بيانات مش محتاج خبره. يعني مش محتاج تكون نزلت السوق عشان تعرف تعمل، لا، انا هدي لك بروجكت وهعلمك عليه، هتيجي جاهز ازاي تبص للارقام. تمام. وهو ده اللي كنت بقول لك، انا ممكن اختار واحد عن واحد، ممكن 2 حلوين وزي الفل وكل حاجه ودرجاتهم بقى في الكليه، ما هو ده تقييمه كليه. لكن ده واخد كورس داتا اناليسيس بس، فده تخطى مثلا ايه 2 3. انا بالنسبه لي كواحد بيعين، انا هدور برضو على قلت لك التكلفه الاجماليه، بدل ما هخسر 2 3 في حاجه بعلمها له، طب هو جاي لي جاهز بيها، يبقى هاخده من ايده بقى، يلا ناخد الحاجه الاحدث الاكبر. طيب تاني، ما تدورش على شهادات خالص اطلاقا وانت لسه فريش، دور على حد يدي لك النولج بسرعه. ايه الفرق بين الكورس والماتيريال اللي موجوده في الانترنت؟ ايه الفرق؟ هي على فكره الفرق ان الماتيريال اللي موجوده على الانترنت عشوائيه شويه، يعني موجوده في حتت كتير، فانت اصلا جاي تتعلم، فانت مش عارف ترتبها، هي دي ولا دي ولا دي، هي شويه نقط كتير هتعرفها، بس النقط دي مش هتبقى مربوطه ببعض. يعني انت ممكن تبقى عارف حاجه في السلاسل الامداد في الانفنتوري، وعارف حته في المشتريات، وعارف حته في التخطيط، حلو، اربطهم، مش عارف. الكورس بقى بيعمل لك الحته دي، بيجيب لك النقط كل المعرفه دي ويعمل لك عمليات الربط، فبيسرع لك الوقت جدا. فالكورسز مهمه، روح دور على حد شاطر تاخد منه النولج وانسى الشهاده، فاهمه، ولا هتفرق معاك. اوكي. لان انت لما هتجيلي بالشهاده، شهاده حضور، هبدا اسالك الكورس ده كان ايه، مثلا كان كورس في التخطيط، فهبدا اسالك في التخطيط، اشوفك طالع بمعلومات، ومعلومات هنا هسالك برضو اكاديميه لان انت فريش، مش هقول لك في المصنع او في الشركه بنعمل بيها ايه، هيبقى يعني مش فير بصراحه، هكون ايه بحاول اخسره الانترفيو. لا، ده الفريش. فدي اول نقطتين، حته اكاديميه. حته بقى الثالثه المهمه جدا، النتوركينج. النتوركينج هي افضل واسرع وادق طريقه انك تفتح فرص عمل لنفسك. معلش، احنا كم فرصه موجوده مثلا دلوقتي في البلد مثلا في سياسه امداد؟ قولي اي رقم. انا مش متخيله رقم، بس ممكن نتكلم في ايه يعني. لا قولي رقم 1000 مثلا. 1000. هو في كم واحد اتخرج في السنه دي؟ يا نهار ابيض. لو انت حطيتي ال1000 ده قصاد اللي اتخرجوا هتلاقي كارثه. يا نهار ابيض، هنشغل الناس دي ازاي؟ اذا انت محتاج تعمل شويه خطوات عشان تبقى جوه دايره ال5000 القريبه من ال1000، وفي الاخر 1000 بس اللي هي. فانا في نظريه دايما بقولها لاي حد بيكلمني من الشباب، سواء فريش او مثلا بقاله 2 3، اعمل ايه؟ بقول له طبق نظريه الاحتمالات. انت حاول على قد ما تقدر توسع معارفك في لينكد ان. يعني انا بقول لينكد ان مازال هو رقم 1 بالنسبه لي في النتوركينج، في المجالات العلميه او مجالات الشغل، يعني هو بلاتفورم متخصصه في البيزنس. انت عايز تخش سلاسل الامداد، هتخش على لينكد ان، هتدور على كل الناس الليدر في المجال المشهورين، سواء بقى في بلدنا هنا في مصر او في الدول العربيه، بقى في ما شاء الله ناس كتير كويسه جدا جدا. هتحاول توصل لهم. بقول له مثلا هتبعت ل100 واحد، هكتبهم بقى في ورقه، ال100 دول هتكتب اساميهم. هتتعب، لازم تتعب، مفيش حاجه تيجي بالسهل عشان نبقى متفقين فاضيه، ماشي؟ هنتعب، هنتمرمط، هنكتب ال100 دول هيرد عليا 50 واحد او هيقبل الريكوست. انا عملت ريكوست لكل واحد 50 واحد من ال100. ال50 دول هبدا ابعت لهم مسجات، دايركت مسج. ال50 دول 25 واحد منهم هيقرا الرساله، في 25 مش هيبصوا على الرساله، لان يعني في ناس بيبقى غصب عنهم كتر الرسائل بتقع الرسائل في النص، صح. فال25 اللي بصوا على رسالتك في منهم مثلا 12 واحد تعاطفوا ما ردوش، لا عملت لهم جذب، يعني قرا رساله باهتمام. ال12 دول 6 منهم ردوا عليك. ال6 دول هتبدا بقى تفتح معاهم كلام وتطلب نصايح. طب اعمل ايه؟ هتسمع نصايح كتير. هيقول لك طب اديني السي في بتاعك، هيقول لك طب تعالى في ندوه احضرها، وهتكلم على الكلام ده كمان شويه. من ال6 دول واحد بس عرف يجيب لك فرصه. هي دي نظريتي. هو انت عايز الواحد اللي تاخد بيه الشغل اللي انت بتدور عليه. وفي البدايه انت كفريش معلش هتتنازل كتير. هتتنازل على رفاهيه المرتب، هتتنازل على رفاهيه المكان. لو انت ساكن في اكتوبر وشغلك في 10 من رمضان هتتنازل. هتتنازل عن حتى البيئه بتاعت المكان لو مش احسن حاجه بالنسبه لك. انت في الاول انت عايز تنط في الملعب،
أو تنط في البحر، انت عايز بس تنزل البحر وفي ناس كتير على الشط فمش عارف تدخل. فاقبل الفرص في البدايه طالما حلال وقانونيا. يعني غير كده طبعا اكيد ما فيش، مش نقطه نقاش. حته لينكد ان دي عملنا عنها سلسله كامله، ازاي من اول ما تبقى موجود على لينكد ان يبقى عندك اكونت لحد اللحظه اللي الاتش ار هو اللي يبقى بيعمل لك هيد هانتنج، يعني ازاي يشوفك. فممكن الناس ترجع لها برضو وتفهم بالتفصيل حلو قوي ازاي تبقى جزء اصلا من سايكل لينكد ان دي. انا عايزه اقول لك انا على المستوى الشخصي وظيفه واحده بس اللي انا عملت عليها ابلكيشن، وباقي وظائف حياتي كلها من اول ما اتخرجت لحد دلوقتي كلها جايه لي ريكومنديشن من لينكد ان ومن ناس اشتغلت معاهم. وهو ده اللي احنا بنقوله على فكره. انت في وقت من الاوقات ان شاء الله انت هتمر بكل مراحل، هتيجي في مراحل الناس هي اللي بتكلمك، احنا عايزين فاديه شاطره في المجال ده فاحنا عايزينها معانا. وهنا بقى ايه بنقولها حتى بلدي يا سيدي، بحط بقى رجل على رجل وابدا ايه حط طلباتك المنطقيه طبعا، يعني مش اكيد هنأفور يعني. ده بالنسبه للفريش. الشخص بقى اللي جاي من اندستري ثانيه، هنا بقى الاجابه هتختلف تماما. تماما مش قوي يعني، بس في جزء هيختلف. والله في حاجه من الحاجات اللي انا قلتها انت ما عملتهاش هتبدا لازم تعملها، اللي هي داتا اناليسيز، ان هي تاخد شويه كورسز بيزكس تتعلمها. طيب اروح بقى من انهي باب؟ هنا انت اصلا الباك جراوند بتاعتك ايه؟ يعني مثلا حضرتك كنت شغال في قسم الماليات في الحسابات الاكاونتنج، احسن باب بالنسبه لي او افضل، خلينا نقول افضل، لان ممكن اللي انا بقوله ما يتحققش بنسبه 100%، ممكن تيجي لك حته تانية. صح. لكن افضل باب انا شايفه تدخل منه هي اداره المخازن. لان اداره المخازن هي اداره التكاليف، كلها تكاليف. فانت اوريدي عندك الخلفيه الحسابيه الجيده في المجال بتاعك، بقالك سنتين مثلا شغال فيها، فدي هتبقى افضل باب تدخل منه في اداره سياسه امداد. وساعتها بقى جوه سياسه امداد بعد فتره معينه حاسس ان انت عايز تغير، اتحرك افقي. يعني هو في حركه افقيه جوه سياسه امداد، لان احنا 4 أو 5 اقسام زي ما قلت لك، فتقدر تتحرك افقيا في الاول، ما تدورش على الترقي او الفيرتيكال موفمنت في الاول. ما تبصش على الحركه الرئيسيه، بص على الحركه الافقيه الاول عشان تاخد على الاقل خبره ادارتين. فاهمه قصدي؟ خدي بالك هو السبلاي تشين مانجر او مدير سلاسل الامداد او سبلاي تشين، حتى دايركتور رئيس قطاع، مش شرط يكون اشتغل انا شخصيا ما اشتغلتش لوجيستكس نهائي كاوبريشن، لكن بفضل الله بقدر ادير التيم، عندي الخلفيه الجيده الكافيه ان انا ادير التيم. لكن لو هقول لك اشتغل في كل اداره من الادارات وقعد لي 3-4 سنين هتوصل وانت عندك 70 سنه خلاص. صح جدا. ده مش منطقي. طب مين بقى اللي بيعوض الكلام ده؟ هنا بقى هيجي دور الكورسز. بعد ما تدخل وتقعد فتره سنه سنتين ابدا بقى خد بقى كورسز بشهاده دوليه لو قدرت. انا عارف مش هكون برضو بتكلم زي الناس دلوقتي، السيرتيفيكتس بقت غاليه جدا، بقت هي سعرها ثابت ما اتغيرش، فرق العمله هو اللي عمل يعني انها تبقى غاليه فمش كل الناس بتقدر تاخد الامتحان. ممكن تاخد في مكان الكورس مكان بيدي نفس النولج بتاع الشهاده الدوليه، بس ممكن ما يكونش عندك القدره الماديه انك تخش الامتحان. دلوقتي عشان نكون واضحين، انا بكلم بقى من الملعب او من المطبخ زي ما بيقولوا، انا ممكن اتقبل واحد عنده اكسبيرينس ويجي على تايتل هيد على فكره وما عندوش سيرتيفيكت، بس انا عارف انه خد الكورس وخد النولج، ما انا هختبره بقى، هعرف اختبره ازاي. فخلاص في الاخر هي شهاده. طبعا بتفرق سبيشالي، خاصه لو انت بتدور على شغل بره. لو انت بتدور على شغل بره هتبقى محتاج بقى ايه التضحيه دي. كده في جزء من التضحيه، جزء من التضحيات بيكون في الفلوس. هتضطر تتصرف انك تاخد الامتحان وتدفع رقم كبير شويتين عشان تاخد الشهاده باذن الله. عشان لو انت بتفكر في طيب امثله السيرتيفيكتس، في عندي مثلا CPIM، دي متخصصه في البلاننج والانفنتوري تبع ايبكس. في CSCP، دي برضو تبع ايبكس، دي اللي هي البروفيشنال في سلاسل امداد، ده ليفل اعلى شويه. عندي مثلا في اورجانيزيشن تانية CSCM certified CSICM certified international supply chain manager، انا شخصيا certified فيها. عندي حاجه مثلا متخصصه في المشتريات CIPM، دي برضو لطيفه جدا. بقى في organizations دلوقتي بدات تظهر. انا شخصيا كانتري مانجر لاحد الاورجانيزيشن الانجليزيه بدات تعمل شهادات قريبه جدا كنولج من الشهادات الخاصه تبع ايبكس او IPSMI، ولكن بسعر اقل بكتير جدا. هما بيتارجتوا دلوقتي ان يوسعوا او انتشارهم يزيد في المنطقه العربيه. هم شغالين بره كويس بس في المنطقه العربيه. ثانيا نوع من انواع التكافل شويه، ان انت مش هتقدر تدفع مثلا $1000 في امتحان
لا انت ممكن ب $250 تاخد الامتحان ده مثلا. فاهمه قصد حضرتك. فبنحاول ايه نديهم المعلومه قريبه جدا ولكن بتكاليف اقل. بس طول ما قدامك الفرصه انك تاخد الشهاده الاعلى، الشهاده الدوليه الاعلى، لا جو اهيد طبعا وخدها. ولو اعتبرت ده نوع من انواع الاستثمار طبعا انا بنصح بيه جدا. انا بشوف ان احسن استثمار هو استثمار في النفس. يعني احسن ما تعمل بروجكت دلوقتي او مشروع، لا طور من نفسك. انت ممكن اصلا بوظيفه تدخل ارباح اكتر من البروجكت لو انت فتحت مشروع صغير. طيب ده بالنسبه للشخص اللي جاي عامل شيفتنج للكارير، خلاص هو عارف انه هو هيتحرك على الحاجه الاقرب للمجال اللي جاي منه، وعارف انه ممكن ياخد الكورسز مش بالضروره يعمل السيرتيفيكت، ولما يبقى جزء من الاندستري ممكن انه يزود السيرتيفيكتس دي، هتديله فرص احسن بكتير كمان كوظائف جوه بره مصر. صحيح. ده ياخدنا بقى لنقطه مهمه جدا، شكل الفرص ده عامل ازاي؟ يعني حجم الفرص في الماركت المصري في السبلاي تشين عامل ازاي؟ وبره مصر هل ممكن انا ابقى بدرس هنا في مصر وتعلمت واشتغلت وكل حاجه واروح بلد تانية بصفات تانية وكالتشر تماما مختلفه واقدر اشتغل برضو سبلاي تشين في بلد تاني؟ طبعا، وتقدر تروح كمان هيد مدير مباشره، مفيش اي مشكله. حلو جدا. الاختلافات اكيد موجوده هنتعلمها، يعني مفيش حد عارف كل حاجه يعني وهتتعلميها، لكن الاساسيات واحده. يعني ممكن شويه القوانين مثلا في الجمارك، كل دوله ليها قوانينها، ممكن تبقى دي مش عندك هتتعلمها. يعني في الاخر انا هحاسبك بكي بي اي لو انت بنتكلم كمدير، لكن انت بتتكلم كفانكشن انت محتاج تتعلمها. شركات كتير هتبقى متقبله. خليني ارجع بقى الفرص. لا هو بصي، يمكن انا ذكرت في بدايه الكلام سنه 2020 حصل انقلاب في العالم، واكتر اداره، مش عشان انا شغال فيها والله، بس هي اكتر اداره اتاثرت المحنه اللي مرينا بيها. انا قلت اللي انا عايز اقوله بعديها، ان هي تحولت لمنحه. سبحان الله، من المحنه دي تحولت لمنحه. هي اداره سلاسل الامداد. اكيد زي كلنا كنت بتعرفي تجيبي دواء ايام الكورونا؟ ما كانتش حاجه، الموضوع كان صعب سهله. صعب تقفي طابور وتقفي على بعد مش عارف 100 متر ويطلع لك واحد لابس ماسك وكياس في ايده، صح؟ لابس شبه الفضائيين. بالظبط، صحيح. كلنا كنا كده. تخيلي، انا بقول ان بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى اكيد 1-2 مليون تيجي بقى سلاسل الامداد. سلاسل الامداد هي بعد ربنا سبحانه وتعالى اللي حافظت على استمراريه الكون. ان عشان نقدر نكمل انت كنت محتاجه ماتيريال، انت محتاجه اكل في البيت. مين اللي بيجيب الاكل ده؟ سلاسل امداد. سيبك ان المصنع انتج وطلع الاكله، بس الاكله دي هتجيلك البيت ازاي؟ باللوجيستكس. طب الخامات اللي او الزرع اللي بنزرعه واللي جبناه طلعنا منه الاكله دي، مين اللي جابه؟ سبلاي تشين، سلاسل امداد. فاحنا بعد ربنا كنا سبب ان العالم يفضل مستمر بالازمات اللي كانت فيه. فمن بعد 2020 لا، الموضوع العالم كله بدأ ياخد باله اكتر وعينه تكبر اكتر بكتير على اساس امداد. لا الحته دي يا جماعه هي الكريتيكال في العالم. كلميني عسكريا شغاله بقوه، كلميني بيزنس تجاره دوليه شغاله بقوه، لوكالي شغال بقوه. ده في اصلا بعد الكورونا طلع او مصطلح اللوكاليزيشن ازداد الاهتمام بيه قوي. ليه؟ عشان احنا لقينا ان في مشاكل في الشحن الدولي وان انا اوصل للعميل. يعني انا عندي كيس، كنا ايطاليا اول دوله في اوروبا اتعمل فيها موضوع كورونا، كان عنيف جدا. اول دوله اتبهدلت في الكورونا لو انت فاكره كويس. فاكره. كان احنا عندنا مواتير صنعت ودافعين ثمنها ومش عارفين نجيبها، والمصنع قفل والمينا قفلت وخلاص. فمشكله كبيره. فبدا الناس يقول لك طب احنا عايزين نبدا ندور على حلول محليه. ده بقى حاجه تعتبر كانت محنه طلعت فرص، ان بقى في شركات او مصانع تكميليه تبدا تصنع الحاجات اللي ممكن نعرف نعملها في بلدنا. يبقى معنى كده ان بقى في فرص عمل تاني اكتر في سلاسل الامداد. ناهيك عن سلاسل الامداد زي ما قلت لك هي حوالي 5 ادارات، في كل اداره فيها كذا تايتل من تحت لحد المدير او الهيد. فانت لا عندك فرص اضربي العدد ده في عدد الشركات لوكالي في بلدك او حتى في العالم. وخلينا بتكلم عن العالم العربي بالاخص. يعني احنا بنتكلم الفرص بتبقى اكتر بالنسبه لنا احنا كعرب ما بين بعض. بالظبط. في ناس بتطلع طبعا اوروبا وكده، بس يعني ايه بتبقى النسب مش كبيره. يعني ردا على السؤال برضو علشان اتاكد ان انا فهمت من حضرتك، الحته بتاعه سلاسل الامداد هي واحده من اكتر الاماكن اللي فيها فرص
من اكتر المجالات اللي فيها صحيح. فرص دلوقتي. طب الفرص دي العوائد الماديه بتاعتها شكلها عامل ازاي؟ سؤال محرج ده. لا مش قصدي. طيب بصي، يعني السؤال ده في الفتره الزمنيه احنا فيها بيبقى شويه ممكن مضبب. احنا محتاجين نوثق الاجابه بتاريخ اوجست 2024. تمام. عشان لو بعد شهرين سمع الارقام دي ما يجيش يقول الارقام دي مش حقيقيه. الدنيا بتتغير. يعني انا فاكر في فتره من الفترات في المشتريات كنا بنسعر كل يوم. فعلا بنسعر كل يوم. الدنيا مضطربه جدا، والسعر الدولار والجنيه ومش عارف ايه والمشاكل دي، وبالتالي بقت الارقام حتى مرتبات مش ما فيش ستراكشر واضح قوي. وخلينا نقول ان كل بيزنس ليه سالاري سكيل يخصه. فانا بشوف لو بنتكلم على الفريش دلوقتي ما بيبداش اقل من 6000، واحيانا ممكن يوصل 10، ممكن يوصل كمان ل 12. انا بكلمك على الفريش حسب برضو الصناعه. في صناعات ثقيله بتتحمل التكاليف اللي زي دي، انه يبقى فريش يعين عدد يديهم مرتب كويس. وفي صناعات تانية هيبقى صعب بالنسبه له تكلفه، هتلاقيه بيتكلم في المينيمم. احنا بنتكلم البدايه بنقول من 6000 دلوقتي. ممكن الرقم ده يتغير كمان شهر. اوكي. يعني وارد جدا على 2025 الستة دي تبقى 10 المينيمم، وانا متوقع جدا ده اللي يحصل. لكن بقى صعودا بقى لا، بتفرق فرق كبير جدا. هنا فعلا دورك انت في الشركه او في البيزنس ايه. انت بتضيف قيمه ولا ما بتضيفش قيمه؟ زي ما انا قلت لك، انا ممكن اجيب واحد هيقعد معايا سنه هيعمل لي وفر يقعدني 5 سنين. فده لما يطلب رقم، مش عايزين نقول ارقام لان هتلاقوا يعني ارقام يعني في فجوات كبيره بينها، بس في ارقام مرعبه تخض لو اتقالت. يعني مش حابب اقولها صراحه يعني، لان انت بتضيف قيمه. انت ممكن في ديل واحد توفر للشركه 1,000,000 جنيه. تمام. فلما تطلب مرتب عالي هقول لك لا ليه. صح. ده انت مرتبك في السنه ممكن يكون مثلا هو ال1,000,000 ده مثلا. فواي نوت؟ ده انت في ديل واحد وفرت لي 1,000,000 جنيه، يبقى هتوفر لي في 2 ديلز او 3 او 4 هتوفر لي 3-4 مليون جنيه. فلا، هدفع فيك رقم كويس جدا. خد بالك، هي تبادل منفعه. انا دايما بقول انا مش شغال عندك، انا شغال معاك. انت بتديني مرتب مقابل ان انا بدي لك خدمه. ومش اي خدمه، ادي لك خدمه ان توفر لك عشان ازود لك هامش الربح بتاعك، عشان ادي لك فرص استثمار تانية. ما احنا اتفقنا لما اوفر فلوس واحسن السيوله، لما تظهر فرصه قدام صاحب المال او الشركه تقدر تنفست. صح. كتير بتيجي فرص قدامنا مش قادرين ننفست عشان معيش فلوس. فلوسي بضاعه زي ما بنقول. فانا بقى دوري ان اخلي فلوسك معظمها فلوس سيوله، والبضاعه هي الحد الادنى او الحد مش الادنى، الاوبتمايز بنقول المستوى المثالي. بلس والماينس طبعا، يعني ما فيش كمال لله وحده يعني. فاهمه. بس ايه، بتزيد شويه تقل شويه، لكن لا تقل قوي وتضيع عليا فرص بيع زي ما قلنا في الاول، ولا تزيد قوي فتخنق لي الكاش بتاعي. طيب بعيدا بقى عن الحته دي، النهارده بقى في تشالنج او تحدي لمعظم المجالات، انه بقى في AI tools الناس متخيله انها هتبقى بتعمل وظائفها. واتكلمنا احنا في الحلقات الكتيره اللي فاتت عن انه AI مش هيبدل دور الانسان، ولكن دور AI جوه السبلاي تشين شكله عامل ازاي، خصوصا انه AI ممكن يبقى بيعمل الحاجات اللي هي متكرره، ولكن السبلاي تشين ده فيه حضور بشري قوي جدا جدا في كل الاقسام. صحيح جدا. بصي، احنا من قبل الاي اي ما يظهر كمصطلح قوي، الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي، احنا كان عندنا جزء يعتبر فيه ذكاء اللي هو بنقول عليه ERP سيستم او الانتربرايز ريسورس بلاننج، اللي هو تخطيط احتياجات المؤسسه. دي برامج، في برامج كتير مشهوره اشهرها يعني بشوف الساب اودو ده دلوقتي مؤخرا بدا يبقى ينتشر بشكل كبير، اوراكل، ماكسيمو، في شركات كتيره جدا، في حاجات حتى كاستمايز صغيره كده. ده نوع من انواع الذكاء. لان خليني اقول لك حاجه، سلاسل الامداد معقده ووظائفها كتير وتفاصيلها كتيره جدا، وعلى فكره في تفاصيلات ممكن تعمل مشاكل رهيبه. يعني انا هديكي مثال حصل معايا انا شخصيا، ويمكن دي من المرات، خلينا لازم عشان نكون برضو احنا مش مثاليين، من المرات اللي كنت نفسيا ضغطت جدا وكان عندي قلق رهيب، ومن المرات القليله اللي انفعلت على الموظف اللي عندي. في عندنا حاجه اسمها بوليصه الشحن. بوليصه الشحن دي هي صك الملكيه قدام الدوله ان البضاعه اللي في المينا دي بتاعتك. الورقه دي ضاعت. يا نهار ابيض. انا كنت بره مع الاولاد في الويك اند، عايز اقول لك ان رجعت الشركه بالليل وكلمت الامن يفتحوا لي،
وطلعت قعدت ادور على الورقه بنفسي لحد ما الحمد لله لقيتها. الحمد لله. البضاعه كانت 8 مليون جنيه. فانت متخيل ان انا في مليون جنيه ضايعه. هو ما فيش حاله بقى اسمها اطلع بدل فائد مش تفاصيلها يعني، في اجراءات بتتعمل بس مرهقه جدا جدا، والموضوع مش سهل يعني، مش سهل خالص خالص. فهو الافضل انك تلاقي الورقه. اوكي، طب ايه علاقه ده بالاي اي؟ ما انا بقول لك، كنت بديكي مثال على قد ان احنا عندنا تفاصيل صغيره ممكن توديني ورا الشمس. فالدخول التقنيات اللي ابتدت بالاي ار بي ودلوقتي الاي اي بيخلي كل الحاجات التفاصيل الصغيره دي في حد يعملها بدالي. انا افرغ الانسان للشغل الاستراتيجي، لكن الشغل الروتيني اللي بنقول عليه ممل هو يعمله لي. ايوه، فده بيوفر عليه مجهود. بلس الميزه الاساسيه بالنسبه لي ان نسبه الخطا تكاد تكون معدومه، الا عشان ما نحملش اي اي الذنب لو الداتا انتري او ادخال البيانات هو الخاطئ. انا لسه بختلف في الموضوع ده صراحه، حكم انه يعني التعامل مع الاي اي بيثبت انه لسه ما وصلش للماتيوريتي اللي نسبه الخطا منه تكون معدومه. ولكن لو العمليه على قد انه بيعمل عمليات حسابيه بسيطه جدا جدا جدا، نسبه الخطا بالتبعيه هتبقى معدومه، لانه هو عمل ده كتير قوي. الحاجات الجديده اللي بتمرنه عليها او اللي بتعلمها له جديده ممكن يبقى فيها نسبه خطا، ممكن. بس هو في ميزه انه بيطور نفسه، صح، وبيطور نفسه اسرع من الانسان. مش يكون الانسان ممكن يحتاج شويه يجرب تاني وتالت عشان يشوف معطيات مختلفه، لكن هو عنده سرعه التحسين اعلى بكتير منك. يعني هديكي مثال، احنا عندنا اصعب حته تعتبر في سلاسل الامداد، خاصه في الصناعات اللي بتعتمد على الاوردر او على التنبؤ، هو اداره التنبؤ. لان انت بتتعاملي في غيبيات شويه، يعني حاجه انت مش ماسكاها في ايدك. فاكيد احنا حتى بنقول التنبؤ اهم خاصيه فيه انه في خطا، لازم يبقى في خطا. يعني حتى بقول لهم دايما ايه، لو انا تنبأت بحاجه وحصلت فدي صدفه، تنبأت بحاجه وحصلت فدي صدفه، وانا بغمز اهو. حصلت تنبأت بحاجه وحصلت تاني يبقى انت ضاربها. يعني ايه؟ يعني مش حقيقي. انت بتبعت تقرير التنبؤ بعد ما الحاجه بتحصل. صعب جدا تتنبأي بحاجه وتحصل بنسبه 100%. طب هي بنسبه 100% اكيد صعب، ولكن ممكن يبقى عندك دراسه بالماركت بتاعك وبعد الخبره تقدر تتنبأ صح، بس هيبقى في ايرور. نو واي. لازم يبقى في نسبه خطا. يعني مثلا انت شغاله في ملابس، تقدري تقولي لي انا هبيع كام جاكيت اسود جلد مقاس لارج؟ لا، ما فيش حاجه اسمها كده. لا على فكره، هو انت بتتنبئي بده بس تقدري تقوليها لي وتطلع 100% صح؟ لا، مش هتطلع 100% طبعا. no way. هي ممكن تقول انه نسبه المبيعات من الاكس لارج في الجاكيت اللي لونه اسود كبيره هتبقى اكتر من المبيعات بتاعه المقاسات التانية، والتنبؤ قالك هبيعي 1000 جاكيت، لكن ما ينفعش يطلع لي مثلا 1000 بالظبط، ممكن يطلعوا 1001، ممكن يطلعوا 950. لازم في نسبه ايرور. ده هي اصلا حتى اكاديميا بنقول التنبؤ لازم في ايرور. حتى اصلا في الحسابات بتاعته بيبقى في حاجه اسمها الماد، المين ابسوليوت ديفيجن، اللي هو متوسط الايرور. يعني لازم بتحسب الخطا. الاي اي بدا يساعد انه يقلل نسبه الخطا، مش هيمنعها. ده في الحاجات اللي معتمده على الفيوتشر، حاجه في المستقبل ما بنقدرش نملكها 100%. خاصه انت بتتعاملي مع ناس ثقافاتهم بتتغير يوم وليله، بتتعاملي في سوق تنافسي. دي حته مهمه قوي قوي. انت ممكن يطلع منافس يعمل فكره جديده ياكل منك كل السوق. هو ايه انواع الاندستريز او الصناعات اللي السبلاي تشين جزء لا يتجزأ منها؟ يعني انا عارفه انه في كل الصناعات في سبلاي تشين، ولكن في صناعات ما ينفعش يبقى في واحد بيقوم بدور السبلاي تشين تيم، لا ده لازم يبقى فيه تيم، والتيم ده متكون تكوين مناسب علشان ما يحصلش خسائر. ايه الصناعات دي؟ انا شايف ان ما ينفعش صناعه ما يبقاش فيها تيم، لكن ممكن يبقى فيه فاريشن او تفاوت في عدد الاشخاص او عدد التايتلز جوه الاداره. طب خلينا نسال السؤال بطريقه مختلفه. ايه اكتر الصناعات اللي السبلاي تشين بيبقى تيم كبير جوه منها؟ اي صناعه مرتبطه بالاند يوزر بشكل مباشر، اللي بنقول عليها الميك تو اوردر، زي الفاشن مرتبطه بذوق العميل، التكنولوجي، الصناعات اللي فيها تكنولوجي. اقوى شركه في العالم ايه؟ ابل. ابل اقوى تيم سبلاي تشين اوكي موجود عندهم، وعدد كبير. يعني انا ما اعرفش عددهم كام دلوقتي، بس هو عدد كبير جدا. لان انت بتتعاملي في منتج ليه علاقه بالذوق العام، وبيتعامل مع سيجمنت معينه، فئه معينه بتشتري الايفون، فهو عارف بيخاطبهم ازاي.
فالموضوع فيه تشالنج وتحدي كبير جدا. بلس الناس اللي بتنافسك، انت في شركه زي سامسونج بتنافسك، هواوي بتنافس دلوقتي بقوه، فانت بتكمبيت مع ناس وبتشوفي العميل عايز ايه وتدي له سعر بكواليتي. فسبلاي تشين صرف صح. هطلع بره الميك تو اوردر شويه، في حاجه اسمها ميك تو ستوك اللي هو بننتج كميات، ولكن السبلاي تشين مهمه جدا. كل الفاست موفينج جودز، كل الحاجات اللي سريعه الاستهلاك، عشان بس انا في بعض معلش فادي، في بعض الحاجات بقولها بالانجلش متعمد على فكره، عشان اللي بيسمعني خاصه اللي بره مجال هيخش يسمع الكلام ده، وغالبا هيسمعه من حد هيقوله وهو مش واخد باله ان انت مش فاهمها. فاسمعها مني هنا واعرفها. FMCGs فاست موفينج جودز، الحاجات البضائع سريعه الحركه، زي المناديل، زي الاكل، الزبادي، الجبن، الحاجات اللي زي دي بضائع سريعه الحركه جدا. السبلاي تشين هنا عنيف فوق ما تتخيلي، فوق ما تتخيلي، لان اولا في تغيرات في الديماند، في الطلب بتزيد، في حاجات مرتبطه بسيزون، يعني مثلا الزبادي مرتبط برمضان قوي، هو الزبادي منتج بياع قوي، فيجي في رمضان بيضرب في السماء، فانت كصناعه لازم تبقى فاهمه طبيعه المنتج ده، ان محتاج تفاصيل معينه في المخزون وما الى ذلك. في سوق تنافسيه عنيفه في المجال ده. يعني مش عايزين نقول بقى اسامي شركات، بس يعني انت لو قلت لك مثلا منتج الزبادي، انت ممكن ترصي لي دلوقتي 10 شركات. ده حقيقي. طب انا هاكل السوق ازاي من الناس دي، او هاخد الماركت شير او الجزء بتاعي من التورته زي ما بنقول ازاي؟ فاكر احمد حلمي في الفيلم ايوه كل نفسك بدل ما حد. دي حقيقه يعني. انا عارفه ينزل اكتر من منتج، والمنتجات دي تبقى قدام الناس هي بتضارب في بعض، بس في الحقيقه الثلاثه بتوع بالظبط. بس خد بالك هي برضو فيها تركه، ان طب انا اللي هنزله ينافس، طب ما هو ممكن ياكل بزياده فيفضل عندي منتج من التاني. هي برضو هي شعرايه زي ما بنقول، يعني عايزه ذكاء في الحسبه. ايه الاندستريز او ايه الصناعات اللي مهم ان الناس تعدي عليها في بدايه الكارير بتاعها علشان يقول انا اتعلمت حقيقي فيتحرك للي بعد كده؟ يا هو السؤال ده صراحه يعني هيظلم شويه، هيظلم الناس اللي ممكن تكون شغاله في مجالات شويه ما فيهاش عنف السبلاي تشين، بس هم محتاجين يتعرضوا لانهم يعرفوا ده، ولو في فرصه يروحوا. بصي الهيفي اندستريز والاف ام سي جيز ودلوقتي الاي كوميرس هم اقوى 3 اندستريز السبلاي تشين بتشتغل فيهم بعنف، والثلاثه على فكره بيشتغلوا عكس سوري مش عكس بعض، بطبائع مختلفه. أيوة. الاساسيات واحده، اجراءات واحده، لكن طبيعه سلاسل الامداد في الهيفي اندستريز تختلف خالص عن الاف ام سي جيز، تختلف نهائي عن الاي كوميرس. طيب علشان ما نتلخبطش تاني، الهيفي اندستريز دي اللي هي زي الصناعات الثقيله، الحديد وما الى ذلك، حديد، الاسمنت، البترول، الحاجات اللي بنقول عليها هيفي اندستري عشان هي صناعه ثقيله وفيها مخاطر وما الى ذلك. ثانيا هي منتجات عليها طلب كده كده. والاف ام سي جيز اللي هي فاست موفينج جودز، اللي هي البضائع زي اللي احنا تطرقنا اليه، دي عليها حركه ومنتجاتها كتير، فيها فاريشن كتير قوي. حلو قوي. والاخيره اللي هي الاي كوميرس، اللي هي التجاره الالكترونيه. الاي كوميرس التجاره الالكترونيه دي بقى اصعبهم من وجهه نظري، اصعبهم كسبلاي تشين. هي البيهيفير بتاع او يعني خلينا نقول ايه، اداء المشتري في عمليات الشراء بتأثر على تكوين التيم بتاع السبلاي تشين، او بتأثر على اداء التيم نفسه. اكيد طبعا جدا. يعني في الاي كوميرس بقى، فاكر انا قلت في الاول انت تكون شخص متقبل التغيرات والصدمات، ده في الاي كوميرس بالذات دي. لان انت دايركت بتتعاملي مع الاند يوزر، والاند يوزر ده انت ما عليكيش اي نوع من انواع التحكم، وانت مش موجوده لوحدك، في 10 زيك في السوق مثلا او اكتر. فازاي اجيب ويشتري مني، وازاي اتوقع هيحتاج قد ايه ككميات وتنوع. فالموضوع في تحدي رهيب جدا، لان انت عشان تحققي كاستمر سيرفيس، جوده خدمه بيع يعني للعميل، انت محتاجه يكون عندك ستوك كبير. لان انا لما اجي اخش على ابلكيشن بدون ما اسمي وابقى عايز تي شيرت وما الاقيش مقاسي، هدور على ويب سايت تاني اشتري زي ما تروحي مثلا مول تشتري، مثلا لو انت بتشتري مثلا من محل ما لقيتيش هتروحي لغيره. في لسه جزء شويه من الولاء موجود، بس الولاء بيختفي لما الموضوع يتكرر. يعني كل ما اروح الاقيش اللي انا عايزه، لا. على عكس الصناعه الثقيله، ده بقى فيه كونتراكت وفي عقد مع عميل، العقد ده سنوي. تقدري من غير بنزين؟ لا ما اقدرش، بس في كل الاحوال هو حتى لو عنده مورد اخر
هو مرتبط معاك بعقد، فلو انت اتاخرت عليه او حاجه اتاخرت هو خلاص هو مستنيك انت. بس انا كنت بكلمك من وجهه نظر العميل النهائي اللي هو احنا الناس العاديه. انت كده كده الديماند او الطلب موجود، فالصناعات الثقيله ما عندهاش القلق بتاع الطلب، بالعكس ده ساعات ما بيبقاش قادر يوفي الطلبات. لكن الناس التانية الاف ام سي جيز شويه او الاي كوميرس بالذات، انت مش بس التحدي انك توفي الطلبات، انك كمان توفي كل التنوعات اللي موجوده وما تعملش عندي مخزون يأذيني. صح. فالموضوع صعب ومرهق جدا، فده بيحتاج تيم كبير. فهنا ودي اكتر حاجات بتعلم بقى، يعني لو انا مثلا عايزه خلينا نقولها ما هو بس بتعلم. طبعا يعني طبعا. الجوكر في الوظيفه دي هيطلع من الثلاثه اماكن دول بالظبط، هيبقى عنده قدره. وخدي بالك كل واحده ليها تحدي يختلف وليها مشاكلها. يعني في الصناعات الثقيله ما عنديش مشكله الطلب والتنبؤ، بس عندي بنقولها احنا باللغه الدارجه بتاعتنا الغلطه بفوره. ليه؟ فاكره مثال اللي قلته لو الخامات ما جاتش المصنع وقف، انا بكلمك حرفيا بملايين. بملايين. ممكن تلاقيه اهدى شويه في الاي كوميرس او في الاف ام سي جي، خساره بس مش بالرقم الرهيب ده. يعني المكنه لو وقفت مش هيخسر زي الصناعه الثقيله. الصناعه الثقيله في حاجه اسمها الفرن ده وقفته كارثه. احنا بنوقف الفرن بس لما بنكون بنعمل له حاجه اسمها العمره. مصنع واقف عمره، المصنع كله بيقف بنعمل عمره، بتبقى حاجه مخططه. لكن هو يقف عشان ما فيش خامه جايه له، دي ممكن ناس تترفد فيها. انا مش بهزر. فالتحدي هنا في الحته دي بالذات. لكن تعالي في الاي كوميرس انت عندك بقى مشكله التنبؤ هي رقم 1. ازاي تتنبئي وتقللي نسبه الخطا وتبقى عارفه الذوق العام راح فين والمنافسين. فانت عايزه طول الوقت قاعده على الانترنت كده بتشوفي مين اللي بيحصل ايه حواليك. فعايزه تيم متخصص بيراقب السوق وهو بينقل المعلومات بالشكل اللي افهمه انا جوه عندي في اداره سياسه امداد عشان اشتغل عليه. التوجه دلوقتي يا جماعه في ترند منتج جديد مثلا في انواع الحاجات بتاعت الاطفال سويتس. في منتج جديد دلوقتي عامل، هقول لك على مثال مثلا، انا بس مش فاكر الماركه بصراحه. في البان كده كان طالع من حوالي 3-4 شهور، التست بتاعه لاذع جدا جدا، بقى ترند. فبقى حجم المبيعات بتاعته عاليه جدا. فانت بقى لو انت بتشتغلي في المجال ده انت محتاجه بسرعه تتعاقدي وتجيبي كميات تلحق تاكلي من السوق، لان انت عارفه ان ده ترند. والترند احنا دايما بنقول الترند ليه نهايه. يعني اي حاجه ترندي ليها ديكلاين، تيجي مرحله بتختفي. ففي الفتره دي اللي هي ممكن تبقى اسبوع، ممكن تبقى شهر، ممكن 6 شهور، ممكن تبقى سنه، مع ان ده صعب شويه، انا عايز الحق اكسب. فازاي اعمل هنا بقى؟ دي اللي بنقول عليها دور سلاسل الامداد، وبنسميها احنا عندنا في سلاسل الامداد الاجايل او ريزيلينس، المرونه والرشاقه. ان انا لازم اكون مرن وبسرعه بتحرك اكوردنج لحسب السوق عايز ايه واجري عليه. طيب ايه ممكن تكون حاجه عايز تنصح بيها الشباب اللي لسه بتبدا، غير بقى ان هو هيذاكر والحاجات اللي هي الاكاديميه، ايه ممكن يكون ياخده في اعتباراته وهو رايح يعمل انترفيو؟ في حاجات جنرال ما لهاش علاقه بالسياسه امداد. هي حته في الانترفيو بالذات وانت صغير، حته الاتيتيود لازم تبان ان انت حد ريلاكس هادي، ما بتضغطش بسهوله. دي صفات شخصيه انا بشوف جدا مهمه جدا، وانا شخصيا بعملها. احترامك للمواعيد. لو انا متفق معاك مثلا الانترفيو الساعه 1 مثلا، لازم عليك 1 ل5 موجود على الاقل. انت لو مسافره بالطياره صح، اكيد هتيجي قبلها بساعتين 3 صح، مش هيستناكي. الفرصه ما بتستناش كتير. مش بخوف الناس، الفرص مش كتيره قوي بس ما بتنتهيش. يعني هتفضل كل شويه، دي سنه الحياه، ده ربنا اللي خلق الكون بنظام احنا ما نعرفش نعمله. فتاكد ان الفرصه هتيجي، بس الفرصه عشان تيجي لك وتاخدها من اول مره انت محتاج شويه حاجات اللي احنا قلناها. هرجع معلش اكد، انا اسف، فدي هاكد عليها لان هي فعلا انا بشوفها دي نصيحه لوجه الله. اشتغل على لينكد ان قوي 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 قوي. الالجوريزم او الخوارزميات بتاعت لينكد ان زي اي سوشيال ميديا بيبدا يشوف انت انترست على ايه. يعني انت مثلا دورت على شادي في السبلاي تشين، ودورت على مثلا صديق ليا زي عاطف مثلا في السبلاي تشين، وهكذا بدات تدور على ناس متخصصه في المجال. هو هيبدا يظهر لك البوستس او الحاجات اللي بيضيفوها ويبدا يطلع لك ناس مشابهه. ما تخجلش. انا بكلمك بقى حته بقى ايجو شويه عند الناس، انك تبعت ريكويست، انك تعمل كونكشن ريكويست. ايه المشكله؟ لا تخجل ليه؟ ده انت المفروض تدخل تعمل كونكت لكل الناس اللي بيشتغلوا في المجال اللي انت مهتم فيه، وتدور على الشركات اللي فيها ناس انت مهتم تشتغل معاهم في مجالك وتعملهم كونكت، وتروح تعمل كونكت لكل الاتش ار اللي بيشتغلوا في الشركات دي. ما فيش خجل في الموضوع. هو اللي انت بتقوله ده صح وده اللي بننصحه، بس انا بقول لك ان في ناس بتخجل.
وبياخدها بشويه. لا انا ده مش عايز اضيف الفيسبوك، نفسي. ده مش الفيسبوك. الله ينور عليك. هو انا ده نفس الرد، اقول له ده في الفيسبوك يا حبيبي، الفيسبوك مش حر، لكن لينكد ان لا. انت هتتعرف عليا ليه؟ دي مش فريند ريكويست، ده بزنس بلاتفورم. يعني انت بتتعرف عليا بشكل بروفيشنال. ممكن بعد كده نبقى اصحاب على فكره عادي، يعني مش مشكله، بس انت ده هدفك، وانا عارف انك بتكلمني وبتبعت لي رساله عشان انت بتدور على شغل. واي حد بيبعت لي رساله انا ببقى عارف، وانا باخدها بمعنى تاني. ما هو انا في يوم ايام كنت بعمل كده، فده لا يعيبك ولا يقلل مني ان انا ارد على حد زيرو او حد لسه طالب خالص. يعلم الله ان انا على قد ما بقدر برد على اي حد بيكلمني، وبعتذر لو في مره حد وقع مني بيبقى وقع مني في وسط الزحمه، لكن الحقيقه برد على اي حد. ف ده نتورك بسرعه جدا. احضر كل الايفنتس اللي ليها علاقه بالمجال بتاعك. يعني لو في ايفنتس على بالك قول لي اساميهم كلهم. مثلا في سبلاي تشين سوميت، هشام العرقي، شهرته هشام الجستاوي، بيعملوا المفروض كل سنه، ما اعرفش في 25 هيعملوا ولا لا، مفترض يعني ان شاء الله يبقى في شهر مارس اعتقد ذلك. يعني ده ايفنت مهم جدا، بيبقى فيه شركات كتيره جدا سبونسر هناك، فبتلاقي فرص بقى تقدم، تلاقي شركات كبيره بمعنى كلمه كبيره. فدي انا بشوف من اقوى الايفنتس. انا بشكر هشام قوي عليه، يعني يا رب يسمع الحلقه دي ويتفرج عليها يا رب. هو حد من الناس القليله قوي في مصر اللي ضافوا قيمه لمجال سلاسل الامداد، وهو بيدرس في الجامعه، يعني هو دكتور ما شاء الله عليه. ده حاجه. هتلاقي فيه ورك شوبس كتيره على اليوتيوب او على لينكد ان. بودكاست زي ده، انا شخصيا عندي بودكاست اسمه سبلاي تشين سيركل، متخصص في مجال سلاسل الامداد. خلصنا سيزون 1، نزلت حلقه، ويعني ان شاء الله هتتوالى الحلقات. ممكن على قناتي وعلى النتورك اللي عندي، يعني انا مش بقول لك بتتفرج عليا انا بس، لا، من النتورك اللي عندي انت هتقدر تطلع، خش كده على البروفايل بتاعي، طلع الكونكشنز، هتلاقي ناس كتيره ما شاء الله اقوياء جدا، ابدا اعمل لهم فولو وتابعهم، وخش على اليوتيوب شانل بتاعتهم، هتلاقي حاجات احنا بننزل حاجات بتدرس في الكورسات، وده يمكن سر ما يعرفوش ناس كتير، موجوده على اليوتيوب بشكل مثلا حاجات كده موضوع. يعني مثلا انا مسكت موضوع الام ار بي، الناس اللي شغاله في البلاننج عارفاها، ماتيريال ريكويرمنت ماتيريال ريكويرمنت بلاننج، تخطيط احتياجات المواد. عامل حلقه عن تقريبا نفس اللي بدرسها في الكورس اللي بفلوس، موجوده فور فري، يعني تقدر تخش على الشانل تتفرج عليها، هتلاقي حاجات ان شاء الله لطيفه مفيده بالذات لو واحد جديد بيخش المجال. حلو جدا. فدي نصيحه انا شخصيا اتقالت لي من حد صديق عزيز قوي قوي عليا، وليه فضل بعد ربنا في حاجات كتير حصلت لي. قال لي السر هنا النتورك. فانا هكرر نفس اللي قاله لي، السر في النتورك، وان شاء الله هتشكروني على اللي هيتبع النصيحه دي ويعملها في يوم من الايام، زي ما انا بشكر احمد خالد. يعني انا بحب اذكر اسمه جدا، اعملوا له فولو، ده حد قوي جدا جدا، ومتخصص كمان في البراندنج، يعني دلوقتي بيشتغل في البراندنج. انا بشكرك جدا 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 يا باشمهندس شادي. احنا كده خلاص خلصنا حلقتنا، وسعداء انك كنت معانا الحلقه دي. دي كانت نهايه حلقتنا من لونش بريك. لو حابب تعرف اكتر عن مجال سبلاي تشين او سلاسل الامداد ممكن تبعت لنا في الكومنتس. لو عندك اي سؤال لباشمهندس شادي ممكن تقول لنا في الكومنتس واحنا هنبعت له وهو يجاوب علينا. كمان هنحط لينكد ان اكاونت بتاعه لو عايز ترجع له في اي وقت. ولو حابب تعرف عن اي مجال تاني ممكن نتكلم عنه في الحلقات اللي جايه، قول لنا ايه المجال واعمل لنا فولو وسبسكرايب علشان تشوف حلقاتنا الجديده. انا فادية صالح وده لونش بريك. شكرا لكم.